الاخر كده احنا شركه واقعه وعايزينك تشترينا عشان لما الشركه تقع ما نلبسش احنا الخيبه دي. ده تقريبا نص الحوار او ملخص الحوار بتاع المعركه اللي حصلت بين ايلون ماسك ورؤساء او مديرين تنفيذيين لتويتر. منصه تويتر كلنا عارفينها وكنا عارفين ان هي من ضمن وسائل التواصل الاجتماعي اللي ناس كتير تبقى موجوده عليها وبيبقى فيها حريه راي شويه وفي كام ترند طالع عليها، ولكن انتشرت اكتر في اوائل سنه 2022 لما عرفنا ان ايلون ماسك عايز يستحوذ عليها. وكل يوم في تقدمات في موضوع المعركه ديت لحد ما وصلنا ان ايلون ماسك حاطط تويت دلوقتي او بول على التويتر الاوفيشال بتاعه بيقول فيها هل لازم اسيب او استقيل من منصبي كمدير تنفيذي لتويتر ولا لا. ولكن ايه هي الحقيقه وراء العمليه الشرائيه بتاعت تويتر دي كلها؟ في اوائل سنه 2022 ايلون ماسك راح وقال ان هو حاليا بيستحوذ على حوالي اكتر من 9% من اسهم تويتر، معنى صح هو تاني اكبر واحد ليه اسهم او ملكيه في شركه تويتر. والراجل دوت بدا يبدي ويقول والله انا دلوقتي عايز ابدا استحوذ على شركه تويتر واحولها من هي شركه مطروحه في البورصه للعامه لشركه خاصه ذات ملكيه محدوده، بمعنى صح عايز اجيبها بيتي يعني الشركه. في الوقت دوت المديرين التنفيذيين بتوع تويتر رحبوا بفكره ان هو وعرضوا عليه فكره ان هو يكون ليه منصب كعضو مجلس اداره في تويتر، لكن بشرط ان هو ما يستحوذش على تويتر بقيمه اكبر من 14%، يعني بمعنى صح ما يشتريش اسهم تتعدى قيمه او حصه 14% من ملكيه الشركه. ولكن في الوقت دوت كان ايلون ماسك عجباه المنصه جدا وكان شايف ان هي ممكن تشتغل بشكل احسن وان هو يقدر يجيب منها فلوس اكتر، بجانب ان هو كان شايف ان هي بتكبت الراي او ما فيش حريه راي عليها، فهو كان عايز يتيح دوت على المنصه. زائد ان هو كان شايف ان اللوغاريتمات بتاعتها تقدر تتطور، وكان بيقول ان هو عايز يتيح اللوغاريتمات بتاعت تويتر ان هي تكون في اوبن سورس او موجوده على النت عادي بحيث ان المطورين ياخدوها ويطوروا عليها. كده قال لهم لا انا عايز الشركه كلها، وبالفعل عرض ان هو عايز يستحوذ على شركه تويتر كلها بمبلغ حوالي 45 او 46 مليار دولار. رقم كبير، وبيني وبينك بصراحه القيمه دي تعدي اصلا قيمه تويتر الفعليه في الوقت ده، لان تويتر في الوقت دوت كان بدات تنهار وبتخسر وبتصرف فلوس كتير جدا ومكاسبها ما بتغطيش اصلا المصاريف اللي هي بتصرفها، غير مشاكل وبلاوي كتير هكلمك على واحده منهم في الاخر. اعضاء مجلس الاداره اتفقوا كده وقعدوا مع بعض واتشاوروا، قال لك 46 كفايه ولا ممكن نزود شويه، مع العلم ان اصلا 46 مليار دولار دول يزيدوا عن قيمه تويتر الفعليه حوالي 30%. ولكن بعد كده قال لك لا احنا مش عايزين نبيع الكلام. فبالتالي ايلون ماسك قال لك انا هبقى من الناحيه الثانيه، انا اشوف مستثمرين تانيين ليهم اسهم في تويتر واشتري الاسهم منهم، وبالتالي ابقى انا مالك اكبر حصه في تويتر، فبالتالي بالعافيه هتكون بتاعتي. هنا المدراء التنفيذيين بتوع تويتر قال لك لا ما انت مش هتاخدها بالعافيه، بدأوا يعملوا بعض التكنيكات كده او كانوا ناويين يعملوا بعض التكنيكات زي شركات كتير عملتها وهي الشركات بتعملها او مدراء التنفيذيين بيعملوها في الشركات لما يكون في حد عايز يستحوذ عليها بشكل هم مش موافقين عليه. وحصلت قبل كده في نتفليكس وحصلت قبل كده في بابا جونز بتاع البيتزا. الموضوع ده ليه اساليب كتير، ولكن الفكره باختصار المديرين التنفيذيين بتوع تويتر كانوا هيعملوها لو ايلون ماسك قرر ان هو يشتريها بالعافيه او يتملكها بالعافيه، ان هم يطرحوا عدد اكبر او عدد جديد من الاسهم يوزعوها على كل المساهمين ما عدا الشخص اللي هو عايز يشتري بالعافيه اللي هو ايلون ماسك. فبالتالي قيمه الاسهم اللي مع ماسك اللي بدل ما هي بتساوي مثلا 14% هتساوي 7.5%، فبالتالي ما يقدرش يشتريها لان هو لسه مش مالك اكبر حصه فيها. ولكن المدراء التنفيذيين لما قعدوا وقتها قال لك طب ما واي نوت، ليه ما نديهالوش وخلاص، ما حدش هيشتري تويتر بالظروف والمشاكل اللي هي فيها دي بالثمن دوت. يلا يا ايلون ماسك تقدر تستحوذ دلوقتي على الشركه وتدفع لنا الفلوس اللي انت قلت عليها. وبالفعل بدات تفاوضات، واحنا سمعنا الكلام ده كتير على السوشيال ميديا في الوقت دوت. بدات تفاوضات بين ايلون ماسك وتويتر على الاستحواذ وان هم بيخلصوا امور التفاوض عشان يقدر يستحوذ بالفعل على تويتر. ولكن قبل ما يحصل ده حصلت او ظهرت مشكله من مشاكل المنصه اللي احنا كنا بنقول عليها في اول حلقه، وهي نسبه الاكونتات الفيك او الاكونتات المزيفه الموجوده على تويتر. اللي في الوقت دوت سمعنا ان تويتر بتقول ان هي عليها رقم معين، ولكن الرقم الحقيقي اكبر من ده بكتير. وزي ما تقول كده ممكن تقول ان ايلون ماسك قاعد يحسبها مع نفسه كده يقول لك طب والله مش جايبه همها، يعني ليه ادفع الفلوس دي كلها وانا راجل عندي تسلا وسبيس اكس يعني ليه؟ فايلون ماسك قبل التنفيذ وقبل الاستحواذ قرر يتراجع وبعت للهيئه المسؤوله عن الاستحواذ والاموال في امريكا وقال لهم من الاخر انا بتراجع عن الصفقه بتاعتي ومش عايز تويتر عشان عدد الاكونتات الزائفه. هنا تويتر يسكت، قال لك لا ده لقطه احنا هنجيبه تعالى. تويتر رفع قضيه على ايلون ماسك ان هو ازاي ما يقدرش يستحوذ على الشركه وان هو ضيع وقتهم وحاجات كتير كده، وان هو يجبروه ان هو يكمل الصفقه ويستحوذ على الشركه، وكان الموضوع يخش في قضاء وكده. فايلون ماسك زي ما تقول ايه قال لك خلاص يلا بينا نشتريها وخلاص. بالفعل تم الاستحواذ من ايلون ماسك على تويتر، ومن هنا بدات المشاكل بقى. هو اشترى تويتر او بمعنى صح لبس تويتر، والمدراء التنفيذيين ساعتها هم فكروا بذكاء شويه، قال لك ما حدش هيدفع المبلغ دوت في المنصه بتاعتنا وهي بتقع فيها مشاكل، ولكن ما حدش هيرضى عن العرض دوت فنديها له ويلبسها بحيث لو وقعت ما تبقاش احنا في ايدينا وهي واقعه، يعني مش هنشيل خيبتنا من الاخر. ايلون ماسك مسك الشركه، ومن هنا بدات تحصل بلبله بقى في كذا جانب، والجانب الاهم منهم والاكيد منطقي وانت اكيد جه في بالك ان ايلون ماسك بدا يروح بتركيزه من تسلا اللي هي شركته الاساسيه وسبيس اكس لتويتر
تويتر عشان يقدر يقومها من اول وجديد او يقدر يجيب منها بروفيت او ربح اكتر من اللي هي بتخسر. فبدا كل وقته يتركز على تويتر. هنا هنروح لنقطتين. النقطه الاولى وهي ان الناس اللي بتستثمر في شركه تسلا وسبيس اكس على طول سحبوا اسهمهم وباعوا اسهمهم في الشركات دي، لان هم بداوا يحسوا ان ايلون ماسك مش هيبقى مركز على الشركات دي وهيركز اكتر على تويتر، فقيمه السهم هتقع او الشركه هتقع، فبالتالي انا الحق نفسي من قبل ما الدنيا تقع. الجانب الثاني وهو ان ايلون ماسك لسه ما ابرمش او لسه ما نهاش الصفقه بتاعه تويتر، هو استحوذ عليها ولكن لسه في فلوس تدفع في الاخر. يعني ايلون ماسك ما كانش معاه 40 مليار دولار في جيبه وبدا يطلعهم ويصرف بيهم او في اقساط او حاجه، لا الصفقه دي كان في داخل فيها شركات وبنوك عشان يقدروا يجمعوا ال 40 مليار دولار عشان يقدر يستحوذ ايلون ماسك على الشركه، والبنوك والحاجات اللي دخلوا معاه يبقى ليهم طبعا نسبه من اسهم الشركه. فبدا ان هو عشان يقدر يكفي التكاليف بتاعه الصفقه ديت بدا يبيع باسهم، ولسه لحد دلوقتي بيبيع اسهم في تسلا عشان يقدر يسد الفلوس بتاعه تويتر اللي هو من الاخر اللي بيسها. يعني اول حاجه عملها بقى ودي اللي عملت بلبله على السوشيال ميديا ان هو جاب مدراء بتوعه من شركه تسلا قعدهم مع المدراء بتوع تويتر وقال لهم من الاخر كل ملوش لازمه رفضوا. وهنا طلع القرار او طلع الموضوع على السوشيال ميديا ان تويتر سرح نص الموظفين اللي عنده بقرار من ايلون ماسك، غير ان هو زود عدد ساعات العمل ولغى حاجات كتير ترفيهيه في تويتر عشان من الاخر ايه يعني انا البس اللبسه دي طب تمام. ده غير ان هو اول ما مسك طبعا طرد كل مدراء التنفيذيين لان هم اللي لبسوه في الصفقه ديت. ومن ضمن القرارات الثانيه بقى اللي عملت بلبله ومشاكل كتير على تويتر بعد ما ايلون ماسك استولى او استحوذ على الشركه، وهي ان ايلون ماسك كان شايف ان التك او العلامه الصح الزرقاء اللي هي بتاعت الفيريفيكيشن بتاعت تويتر ان ديت المفروض حاجه تبقى للشعب وكل الناس يقدر يبقى عندها مقابل حاجه بسيطه. فبدل عشان كنت تبقى تنزل العلامه ديت اللي هي العلامه الصح او فيريفيكيشن ديت تبقى الموضوع محتاج فولورز وعدد كبير وبتاخدها بصعوبه، لا انت ممكن تدفع 8 دولار في الشهر وتاخد عليها العلامه دي. فاي حد معاه 8 دولار كل شهر يقدر ينزل علامه الفيريفيكيشن عنده. طبعا الناس في الوقت ده انبسطت وقال لك قشطه انا هيبقى عندي علامه صح بقى زي المشاهير ومش عارف ايه، ولكن الجانب الثاني حصلت مشاكل كتير خسرت شركات ملايين. هو بنفس النمط ده انا ممكن اعمل حساب على تويتر باسم شخص مشهور او شركه مشهوره واشتري العلامه دي وابقى الناس تفتكر ان انا الشركه الاصليه او ده الحساب الموثق بتاع الشركه الاصليه او الشخص المعروف او المشهور ده. وبالفعل ده حصل مع شركات كتير وشخصيات كتير اشهرهم ليبرون جيمس. ومن ضمن الشركات اللي اتاثرت جدا بالموضوع ده هو شركه لايليلي. شركه لايليلي هي شركه دوائيه من اشهر المنتجات اللي بتعملها هي الانسولين. في ناس عملت حساب بالاسم والصوره وكل حاجه واشتروا العلامه دي والناس افتكرت ان دوت الحساب الاساسي لشركه لايليلي. والحساب المزيف دوت نزل تويته بسيطه كده وقال لك يا جماعه احنا من اول السنه دي الانسولين اللي احنا بنبيعه ده ببلاش لكل الناس. طبعا بغض النظر ده مزيف بس الناس اللي هتشوف التويت دي هتنبسط بقى، بالذات الناس اللي هم اللي بيشتروا الانسولين ده اللي هو هتعالج ببلاش تمام، والناس هتحب الشركه وكل حاجه. ولكن في الواقع الموضوع ده منطقيا صعب يحصل. ازاي شركه دوائيه غرضها الاول الربح المنتج الاساسي اللي عندها اللي بيخليها تعمل ربح هتديه ببلاش؟ طب بلاش يعني مين هيصرف على المحاولات او الانتاجات بتاعه الدواء ده؟ في اللحظه دي الناس كلها افتكرت ان دي شركه اساسيه، والمساهمين والمستثمرين في الشركه دي سحبوا اسهمهم مره واحده ووقعت اسهم الشركه دي وقيمتها السوقيه. لان بكل بساطه انا لو مستثمر وبستثمر في شركه زي لايليلي والشركه دي انا عارف ان هي بتعمل معظم مكاسبها من دواء معين اللي هو الانسولين، فجاه قررت ان هي تدي الدواء ده ببلاش، فانا ربحها اكيد هيقل، فانا اسهمي هتقل وقيمتي في الشركه هتقل. بدل ما كنت مثلا قيمه الاسهم بتاعتي مليون دولار هتبقى قيمتها دلوقتي 500,000 دولار، فاكيد انا كمستثمر هسحب الاسهم بتاعتي. وده حصل واثر على الشركه وخسرتها ملايين واسهم كتير اتباعت. بعدها الشركه الاساسيه نزلت على حسابها الاساسي ان دوت حساب فيك ومش تبعنا ومالناش اي دعوه بيه، ولكن كانت خلاص الشركه خسرت اسهمها. كل ده عشان قرار من ايلون ماسك قرر ان كل واحد معاه 8 دولار يقدر يحط العلامه الزرقاء على الحساب بتاعه. بعدها بيومين على طول تويتر وقفت الخاصيه ديت، ولسه لحد دلوقتي تويتر لسه ثمنه ما سددش، ولسه ايلون ماسك مش مركز في تسلا وبيبيع في اسهمه في تسلا الشركه الاساسيه اللي هو معروف بيها، وعشان يقدر يسد بس تكاليف تويتر وعشان يقدر يخليها مربحه. من ضمن كمان الافكار اللي قال عليها قال لك ان احنا ممكن نروح نتكلم مع اليوتيوبرز او صناع المحتوى على اليوتيوب ونقول لهم ان هم ييجوا يعملوا محتوى بتاعهم على تويتر عشان نزود انتاجيه المحتوى على تويتر ونزود الاعلانات على تويتر عشان نزود الربح بتاعنا، مقابل ان احنا نديهم ربح 10% زياده عن اللي بياخدوه على اليوتيوب. فعلى سبيل المثال لو انا بكسب من يوتيوب في الشهر 1000 دولار كصانع محتوى، لو رحت هناك قدمت نفس المحتوى على تويتر هكسب 1100 دولار. صراحه فكره قويه جدا وهتخلي ناس كتير ما بتستخدمش تويتر هتستخدم تويتر، غير المعلنين هيبداوا يتوجهوا بعد ما كانوا بيتوجهوا على اليوتيوب هيتوجهوا كمان على تويتر، وده فعلا بيزنس موديل ممكن يخلي تويتر مربح. ولكن لحد دلوقتي دوت امر تحت التنفيذ لسه ما اتنفذش، لغايه ما ايلون ماسك وصل للحظتنا الحاليه ونزل تويته على حسابه الرسمي في تويتر وقال هل شايفين انا المفروض اتنحى او استقيل من منصبي كمدير تنفيذي لتويتر او لا؟ والحقيقه كان الموضوع شكله ان هو جد شويه، وبالفعل العدد الاكبر صوت ان هو المفروض يسيب المنصب بتاعه كمدير تنفيذي لتويتر. فبعد كده رد على ده بالريتويت وقال انا مستعد ان انا اسيب المنصب بتاعي بمجرد ان انا الاقي حد
احمق كفايه ان هو يمسك المنصب ده. هو اصلا ما كانش طايق المنصه وكانش عايز يلبس المنصه ديت، وكان حاسس ان هي نصبايه، وبعد ما لبسها لسه شايف ان هي من الاخر هتخسره حاجات كتير. هتخسره ملكيته في شركات زي تسلا وسبيس اكس اللي هي الشركات الاساسيه ليه، مقابل المنصه هي حاليا بتقع، ده غير ان هي بتخسر حوالي يوميا 4.4 مليون دولار. فانا مش عارف صحيح هل هو قرار صح ان ايلون ماسك يتنحى عن المنصب بتاعه كمدير تنفيذي ويجيب حد تاني يشيل الشيله، ولا بما ان هو اشتراها المفروض هو اللي يقدر. قول لي انت رايك في الموضوع دوت. هل انت شايف ان ايلون ماسك الانسب ان هو يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي؟ وتفتكر ايه اللي هيحصل في الايام الجايه او الفتره الجايه في شركه تويتر؟ هل فعلا هتعلى وارباحها هتعلى وهتبقى بتنافس منصات التواصل الاجتماعي التانيه، ولا هتفضل في الهبوط وممكن بعد كام سنه ما نسمعش؟ ده رايك اللي انا عايزك تقوله لي في الكومنتس. شكرا انك اتفرجت الحلقه لحد دلوقتي. يا ريت تعمل لايك، تشترك في القناه ومش مشترك، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات، وتابع عشان بنزل فيديوهين في الاسبوع. وهتلاقي تحت لينك في الديسكربشن في لينك الانستجرام بتاعي، خش اعمل لي فولو عشان بسال الناس هناك على الانستجرام انهي فيديو المفروض ينزل اول، او باخد رايهم في مواضيع بتاعت الفيديوهات. واتفرج على الفيديو دوت عشان انا برشحه لك، او هو يبقى هنا او هنا. تمام، برشح لك الفيديو دوت جدا، اتفرج عليه وبس كده. سلام. something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck.